بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي الرياضيين، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم في الموضوع ديال وحقيقة موضوعين. الموضوع الأول هو المقابلة الودية اللي جراها المنتخب الوطني المغربي استعدادا لمونديال قطر 2022 ضد المنتخب الجورجي، وثانيا استدعاء اللاعب الزروري مكان اللاعب امين حريث شفاه الله. نتحدثوا على هذا الاختيار اللي وقع في اخر لحظه، واختيار مفاجئ للاعب الزروري لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في المونديال القطري بديلا عن امين حريث، ونناقشوا اسباب هذا الاختيار هذا. كما قلنا المنتخب الوطني المغربي اجرى اخر مقابله اعداديه قبل المونديال، المقابله اللي كانت كما شفنا المنتخب الوطني دغيا دخل في الاجواء ديالها، وخا بدات بدايه بارده طبيعي، لان اللاعبين ديالنا تهيبوا الاجواء ديال المونديال، لان ما نساوش بان اللاعبين ديالنا كيمثلوا منتخب، ما كيمثلوش شي فريق الان. كيكون الضغط زايد، كيكون الستريس، كيكون مثلا المسؤوليه، كما نقولوا راه مسؤوليه كتكون كبيره. الله يعاونهم. كما قلنا البدايه كانت بارده من الطرفين، اللهم الا كانت واحد السيطره طفيفه ديال المنتخب الجورجي. اللاعبين ديالنا تحروا من بعد تسجل الهدف الاول اللي سجله المصيري بواحد المجهود فردي صراحه. نبغي نقولوا انتحر على واحد الكره، غامر عليها. كذلك اللاعبين ديالنا من بعد الهدف الاول بحال اللي تحرروا وبداو كيلعبوا كما بغاو، كما نقولوا بالطريقه ديالهم. جا الهدف الثاني، اللاعب حكيم زياش اللي كنحييو على ذاك الهدف اللي سجلوه، لان هدف عالمي، وعلاش كنا كنطلبوا باش يرجع حكيم زياش للمنتخب الوطني. كذلك اللي رجع الثقه للاعبين واللاعب حمد الله بالهدف الثالث. اذا حنا شفنا بان اللي وضع الارجل ديال المنتخب الوطني في المونديال هما اللاعبين الوازنين امثال حكيم زياش وحمد الله. حتى ولا كنا كناديو باش يرجعوا هاد اللاعبين هادو، كنا كناديو باش يرجعوا، لان عارفين علاش كنا كناديو عليهم، لان هاد الناس هادو حقا في رجلهم وكيلعبوا الكره وكيعطيو دفعه معنويه وشحنه ايجابيه لباقي اللاعبين باش يدخلوا في اجواء المقابلات واجواء المونديال. وان كان عندي تحفظ على الدفاع، ماشي الايمن والايسر، ولكن قلب الدفاع، لان كان كيعمل بزاف ديال الهفوات. نتمنوا ان السيد وليد الركراكي تكون هذه المقابله هذه بمثابه انه وضحت له بزاف ديال الامور باش يتجنبها في المقابلات الرسميه ان شاء الله تعالى. نحاول غنهضر بالدارجه، لان هادشي اللي غنقول شويه صعيب عليا نفسيا. انا ما فهمتش بعد هاد الناس هادو على من استندوا في الاختيار ديالهم. اولا نادوا على ابراهيم دياز رفض مرارا وتكرارا وكرر رفضه باش يمثل المنتخب الوطني المغربي. ما عرفتش هاد الناس هادو علاش كيصروا على مثل هاد اللاعبين اللي كيرفضوا انهم يحملوا شرف تمثيل المنتخب الوطني المغربي، وفضل عليه الامنيه، ماشي فضل عليه المنتخب الاسباني، فضل عليه امنيات انه يتنادى عليه واحد الوقت يقدر يتنادى عليه المنتخب الاسباني. هذه اولا. ثانيا كنا كنقول واخا تفاجئنا في الاول بهذا القرار هذا ديالهم، ولكن قلنا ما عرفتش هاد الناس هادو علاش ناضوا يناديو على الزروري، مع العلم ان عندنا سفيان رحيمي واجد وعندنا الكعبي واجد. مش عقول لك انا والله ما فهمت بالله، لان هاد الظرفيه هذه ما محتاجينش ان نزيدوا نجربوا اللاعبين، ما محتاجينش اننا نزيدوا نشوفوا نوقفوا على امكانيات واحد اللاعب نجيبوه باش حنا دابا داخلين على مقبلين. خصنا محاربين دابا، خصنا الناس اللي غادي يمثلوا هذه البلاد، الناس اللي غادي يبصموا لنا على واحد المونديال عالمي. انا نجيب هذا اللاعب هذا نجيبو كاس افريقيا مثلا، فهمتي؟ كاس افريقيا هي ما نعيطوا له، حنا ماشي مشكل، حنا نعيطوا له، ولكن باش نخليو حنايا مثلا سفيان رحيمي هو واجد مثلا. شنو غنبغي نقولوا؟ بان هذاك اللاعب هذاك كان يقدر يديه المنتخب البلجيكي، يديه لنا. لا بالله، الا بغى يستنى راه غادي يرفض حتى تتم المنادات عليه، كما فعل ابراهيم دياز.
كيف ما فعل ابراهيم دياز. ابراهيم دياز راه ما ناداش عليه المنتخب الاسباني، لا ما ناداش عليه المنتخب الاسباني، هو كيتمنى ان ينادي عليه المنتخب الاسباني ورفض دعوى انه يلعب في المونديال. كذلك كنا بنفس المنطق نتعاملوا به مع الزروري، ما نقولوش بان لا خصنا نعيطوا لذاك اللاعب عندك يديه المنتخب البلجيكي. راه كاينه بعض التحركات من طرف الجامعه البلجيكيه باش تاخذنا هذا اللاعب، لا حنا نحاولوا ناهلوه ونلعبوا في لا 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 ما فهمتش انا واش السيد وليد الركراكي تواصل مع رحيمي وهضر معنا. حنا المشكله ديالنا هو ان ما كاينش واحد التواصل، انه كنسمعوا اخبار عبر وسائل الاعلام، ما كاينش واحد التواصل. مثلا هل السيد وليد الركراكي طيب خاطر اللاعبين رحيمي والكعبي؟ حنا كنا التمسنا العذر انه ملي ما ناداش على رحيمي والكعبي قلنا بان اللائحه راه فيها غير 26 لاعب ماشي 28 لاعب. لو كانت فيها 28 لاعب كنت نادى على رحيمي والكعبي. ولكن تفاجأ الصراحه، تفاجأت كما تفاجأ العديد من المتتبعين الرياضيين المغاربه ان اترك اللاعبين اللي واجدين ومشى كيقلب على لاعبين مع واحد فيهم رفض انه يلعب والثاني لاعب باقي صغير. حنا ماشي ضد ان ذاك اللاعب يجي يمثل، حنا مع اي واحد غيضيف لهذا المنتخب ديالنا وغيضيف لهذه البلاد هذه شي حاجه. ولكن لا، حنا دابا حاليا واش كان امين حارس مثلا لاعب كنا غنجيبوه مثلا غير خضره فوق طعام كما كنقولوا ما غيلعبش مثلا؟ اذا كان امين حارس راه لاعب وازي في المنتخب، راه خصنا ملي مشى لنا امين حارس نفتشوا على شي امين حارس اخر، نفتشوا على امين حارس اخر. حنا باقي كنشوفوا بان واحد من اللاعبين راه غادي يقدر يكون وراه غادي، حنا عندنا ملاعبيه واجدين كيعطيو، راح رحيمي ولا الكعبي عندنا ملاعبيه كيجيو، ولا اخص رحيمي لاعب كيعطي، لاعب واجد خرج من رحم البطوله الوطنيه المغربيه، لاعب يمكن له انه يضيف، لاعب سريع، لاعب مراوغ ومقاتل. قدر الله ما شاء فعل. انا ما عرفتش بالنسبه لنا، والله ما فهمت شي حاجه. ما انا خصوصا في الاول ملي رفض ابراهيم دياز اللاعب المنتخب الوطني قلت بان غادي يقدر السيد وليد الركراكي انه يعيط الرحيمي، فاذا به كنشوفوا بان راه مشى قلب على شي لاعب اخر من شي جهه اخرى. حنا ماشي ضد الزروري او اي لاعب كان، ولكن حنا في واحد اللحظه اللي هي اللي بغينا نقولوا في الزاويه دابا خصنا لاعبين اللي غادي يهزوا الفريق، ماشي اللي غنهزوهم حنا. خصنا لاعبين اللي غادي يهزوا لنا المنتخب الوطني المغربي، خصنا لاعبين اللي غادي يحققوا لنا دابا غيحققوا لنا شي حاجه في المونديال. دابا ما غنجيبش انا واحد اللاعب ونجلسوا باش مستقبل المنتخب. انا دائما كنسمعوا بان حنا كنوجدوا فريق، دائما كنوجدوا منتخب. ما عرفناش هذا المنتخب ديالنا فوقاش غيوجد، فوقاش غيلعب، فوقاش غيكون واجد. بعد اي انتكاسه كنقولوا حنا ربحنا فريق المستقبل، ومن بعد ما كنشوفوا لا فريق لا والو كيجي مدرب جديد كيحيد ديك اللاعبين كاملين وكيجيب اللاعبين ديالو والسياسات ديالو. قدر الله ما شاء فعل. نطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، وكما قلت نتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني المغربي. انا كنسمع بزاف ديال الناس كيقول لك لا علاش كتشوش على المنتخب، علاش كتقول حنا كنهضروا على التنبيه، كنبهوا لواحد الحاجه اللي يقدر يكون هو ما شافهاش، لانه كيبقى بشر. انا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الله سبحانه وتعالى قال حنا هنا من باب الذكرى، حنا ماشي كنشوشوا على المنتخب. حنا المنتخب حنا مغاربه اكثر من هذاك اللي كيقول لنا انكم كتشوشوا، حنا مغاربه اكثر منه. والهضره اللي كنهضروا دابا من باب الغيره ديالنا على المنتخب ديالنا. حنا بغينا بان اللاعبين الجاهزين حاليا هما اللي يكونوا في المنتخب. من بعد المونديال نفكروا نجيبوا فلان وفرتلان وهذا نعاونوه وهذا ما نعاونوهش، وهذا هذه هي اللي الرساله اللي بغيت نوصل. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.